وصيتي لنفسي أولا، ووصيتي لإخواني ثانيا، وكل من يسمعنا، أن لا تتسبب بأي سبب يؤدي إلى قطيعة الرحم. ابتعد عن هذا. أي شيء يجعل بينك وبين أخيك شقاق، بينك وبين عمك شقاق، بينك وبين خالك شقاق، بينك وبين أبناء عمومتك وأبناء إخوالك شقاق، تنازل عنه لله سبحانه وتعالى، تنازل عنه لله، يرفعك الله ويزيك الله. لا تتشبث، لا تكن هذا الشيء الدنيوي، لا يكن هو الذي يقطع بينك وبين أقاربك، اتركه لله عز وجل. الشيطان يأتيك يقول لك أنت ضعيف، هزموك، غلبوك، استغفلوك، أنت مغفل، أنت أهبل. لا تصدق هذا الكلام. اعلم أنك عزيز عند الله، اعلم أنك كريم عند الله، اعلم أن مقامك عند الله رفيع. أهم شيء أنت أين من الله، ليس أين من الناس. أما مقامك في الدنيا وراه كفن، وراه عري، وراه متر في متر. إخوتي في الإسلام تلقى في حفرة، ما ينفعوك هؤلاء الذين من حولك. لا تصدق أصدقاء السوء، والذين من حولك يزينون لك أن تقطع عشائرك. هؤلاء الذين ينقلون لك الكلام السيء عن أقاربك، عن إخوتك، عن إخوانك، عن أقاربك، حتى يملأوا صدرك غيظا وحقدا على أقاربك وأرحامك. ليسوا أناسا طيبين، لو كانوا طيبين لسعوا في الإصلاح بينك وبين أرحامك وأقاربك. لا تقبل منهم شيئا مهما كان، لا تقبل. لا تكن الدنيا والأموال والمناصب والجاه وهذه الأشياء والإرث والمواريث أن تقطع بيننا وبين أرحامنا، خاصة إذا كانت الأرحام هي امرأة. هي امرأة جمعت في ذلك أمرين، جمعت في ذلك أنها امرأة والمرأة ضعيفة، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والأمر الثاني أنها من أرحامك، لا بد أن تعتني بها اعتناء خاص. المرأة هذه تحتاج منك إلى صلة أكثر، لأن المرأة ليست كالرجل. أيضا إخوتي في الإسلام، نصيحتي لنفسي أولا ولكم: لا تعلموا أبناءكم قطيعة الأرحام. بعض الآباء وبعض الأمهات لجهلهم وضعف إيمانهم ورقة دينهم يعلمون أبناءهم قطيعة الرحم، ينقلون الخلاف بين الأقارب إلى الأبناء. ذنوبكم، أخطاؤكم، مشاكلكم أيها الآباء تبقى بينكم، أما الأبناء احفظوا صدورهم من خلافكم، احفظوا صدوركم من شقاقكم، لا تملؤوا صدور أبنائكم حقدا وغيظا على بعضهم البعض. تجد بعض الإخوة يتصل: يا شيخ أمي تقول لا تسلم على خالتي، يا شيخ أبي يقول لا تسلم على عمي ولا تزره، إذا زرت لا أسامحك في الدنيا والآخرة. كلام باطل، كلام باطل. أنت قاطع رحم وتعلم ولدك قطيعة الرحم، وأنت عاص وتعلم ولدك المعصية. ولا طاعة لك يا أيها الأب، ولا طاعة لك يا أيتها الأم إذا علمت الابن يحق له أن يعصي أباه ويعصي أمه إذا أمروه أن يقطع أرحامه. صل رحمك ولو زعل أبوك، صل رحمك ولو زعلت أمك، لأن الله عز وجل أعظم أن يعظم في هذا الأمر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اعلموا أيها المسلمين هذا الأمر. من هم الذين نصلهم؟ الذين نصلهم هم أقاربنا وعصبتنا وأرحامنا من جهة الأم ومن جهة الأب، فأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، أبناء الأعمام، بنات الأعمام، بنات الأخوال والخالات، كل أولئك أرحامك. كيف أصلهم؟ بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الصلة إعطاء المال وإطعام الطعام؟ ليس هذا فحسب، هذا من أفضل الصلة، ولكن الصلة بالزيارة وبالكلمة الطيبة وبالاتصال. اليوم الحمد لله توفرت لنا الواتساب، عندنا الفيسبوك، عندنا التليفونات، عندنا الجوالات. كلمة يسيرة طيبة: السلام عليك يا عمي، كيف حالك؟ كيف أصبحت يا عمي؟ كيف حالك يا خالتك؟ كيف أنت من مرضك؟ كيف أنت كذا؟ كيف يا ابن عمي؟ كيف يا ابن خالي؟ وتأتي الزيارة. هل الزيارة لها وقت محدد؟ ليس لها وقت محدد، ولو في السنة مرة أو مرتين، فإن كان من قريب زرته كثيرا، وإن كان من بعيد زرته على قدر ما تستطيع، وإن كان في بلد آخر. الله يسر لنا وسائل التواصل مع الآخرين. تجد الإنسان يصبر على الأباعد، يصبر على أذاهم، يصبر على البعيد، ولما يأتيه الأذى من قريب يقطعه. ونسأل